عطينا درس اخر بكل صراحه في الحضور الجماهيري والتنظيم والاستقبال اللي استقبلنا به. يعني الفريق اللي ربما الاستقبال ديالو للفريق ديالنا ما كانش يعني كما تيقولوا يعني الاستقبال المطلوب، ولكن حنا اليوم بينا بانه دائما المغرب الحمد لله يقدم يعني الضيوف يعني واحد استقبال جيد، كرم جيد. فهذا تنظر بانه اليوم انتصرنا المغرب من خلال يعني فريق نهضة بركان. نعم، وهو يعزز ايضا حتى مكانه المغرب على الساحه الافريقيه والقيمه التي يحتلها المغرب على المستوى الافريقي لدى جميع البلدان. قيمه المغرب لدى جميع البلدان. جمال، اكيد ما قام به فريق اتحاد العاصمه اليوم يخدش الوجه الجميل لكرة القدم الإفريقية التي يمكن وصلت الآن إلى مستوى كبير على المستوى العالمي. وبلا شك يعني يؤثر على صورة كرة القدم الإفريقية. وبالمناسبة يعني قبل أن أجيب على السؤال، أن فريق اتحاد العاصمة ليس له حظ يعني مع الأندية المغربية، باستثناء الموسم الماضي حينما فاز على الجيش الملكي وأقصاه وبلغ المباراة النهائية لكأس الكاف. تقريبا في كل مواجهاته السابقة مع الأندية المغربية يعني لا يحالفه يعني التوفيق. يعني منذ يعني كان اتذكر منذ 1997 حينما كان في نفس المجموعه مع فريق رجاء في دوري ابطال افريقيا، وانذاك تاهل فريق رجاء الى المباراه النهائيه لدوري عصبه ابطال افريقيا وفاز يعني الفريق المغربي باللقب. ايضا مواجهته مع الوداد كان دائما يعني يخسر، فليس له حظ مع يعني صوره معبره لجيل المستقبل ودائما تتفوق البركاني الحر. بلا شك يعني يؤثر على صورة كرة القدم الإفريقية، يخدش يعني صورة كرة القدم الإفريقية. هنيئا للفريق البركاني. المسابقات الإفريقية، وبالتالي كما قلنا له في بداية الحديث أنه ولو قلت هذه الكلمة أو هذه الجملة مسبقا قبل الإعلان عنها رسميا. اليوم أوروبا تسعى دائما وتطور دائما انسحاب مخجل لفريق اتحاد العاصمة بدون سبب يذكر، لأن السبب واهي كما يعلم الجميع. لكل بلد له الحق في أن يرتدي القميص الذي ولكن هذه الممارسات مثل هذه السلوكات يمكن أن تؤثر المسابقات، يمجد بلده ويرفع من قيمة بلده، له الحق في ذلك. الراية المغربية فهي راية شامخة 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 وستبقى شامخة رغم كيد الأعادي. والعيب كل العيب عندما ندمج كرة القدم كرة السلم والسلام في أمور بعيدة عن الرياضة كل البعد. تحملات صارمة جدا. اليوم حينما تنظم مثلا مسابقة قارية، تنظم حدث مثل كأس أفريقيا الأمم أو حدث كأس العالم، هناك التزامات حكومية أيضا يعني في هذا الاتجاه. فبالتالي هذه الأمور يجب أن تكون حاضرة. صحيح هناك قوانين بالنسبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، هناك يعني مواد تتحدث عن كل ما يتعلق يعني بظروف المشاركة، تتحدث حتى عن الأقمصة وشكلها وما هو مسموح به وما هو غير مسموح به. ولكن حينما تحدث يعني مثل هذه الممارسات يعني لابد الاتحاد الافريقي ان يطبق يعني القوانين وان يحمي اللعبه وتحمي يعني المنافسه. لانه صحيح اليوم لفريق نهضة بركان تاهل الى المباراه النهائيه وسيلعب النهائي الرابع، ولكن الفريق لم ياخذ مباراتين، يعني كان مباراتين وبطبيعه الحال نحن كنا نتمنى ان تجرى المباراتين وبدا ان يلعب القميص ان يلعب اللاعبون فمباراتين معا. قميص نهضة بركان هو الذي لعب، فاز ذهابا 3-0 فاز القميص، فاز القميص. قميص نهضة بركان يفوز ذهابا وإيابا على فريق اتحاد العاصمة الجزائري. أمر مخجل في كرة القدم، ليس انتصار القميص بل انسحاب الفريق ديال اتحاد العاصمة الجزائري. أما القميص إذا انتصر القميص فيستحق هذا القميص
الجميل، القميص الذي يعبر عن الوطنية المغربية أن ينتصر، هذا القميص هذا أن ينتصر على فريق اتحاد العاصمة الجزائري. نعم، وتكون قويه كما قلتي وحاضره دائما. الاستمراريه مهمه بالنسبه للانديه المغربيه على مستوى المشاركات الخارجيه. فريق نهضه بركان طبعا يتاهل كما قال بقميصه دون ان يلعب المباراه الى يتاهل الى النهائي.